مع تركيز أكبر على أسود الأطلس المرشحون للظفر باللقب. والمشاركة معنا بإمكانكم ذلك عبر إرسال رسالة نصية SMS على الرقم 5850 أو عبر صفحة ميديا آن تي في على الفيسبوك. قبل أن نبدأ في استعراض أبرز عناوين هذه الحلقة أرحب باسمكم بالمدرب الوطني والمحلل الرياضي السيد هشام الإدريسي. السيد هشام مساء الخير. مساء الخير أخ نوفل، وتحية رياضية لكل أوفياء البرنامج والمولود الجديد على قناة TV1 يوميات الكان. شكرا جزيلا لك. إذن قبل البداية مشاهدينا إليكم أبرز العناوين. بعد وصوله يوم أمس إلى ليبروفيل قادما من ماربيا الإسبانية، المنتخب المغربي يبدأ التحضير الفعلي للديربي المغاربي. في ملفات الكان نرفع الغبار اليوم عن ملف يقدم لنا أصل الحكاية، حكاية كأس الأمم الأفريقية من السودان وصولا إلى الغابون وغينيا الاستوائية. يعشق التحدي ويصبو إلى المجد أينما حل وارتحل، مغامرات كروية بالجملة صنعت له مسارا استثنائيا في عالم الساحرة المستديرة. إنه المدرب البلجيكي إيريك جيرتس ضيف فقرة نجم من الكان. العناوين والبداية ستكون مع جيتي الكان. أهلا بكم. إذن من جديد خاض المنتخب المغربي اليوم حصة تدريبية استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى الخاصة بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا منتخب الغابون مستضيف البطولة ومنتخب النيجر. وخاض الأسود الحصة التدريبية في ملعب التدريب المخصص لهم في العاصمة ليبروفيل. وكان رفاق الشماق قد وصلوا يوم أمس إلى الغابون قادمين من ماربيا الإسبانية على متن طائرة خاصة. وحظيت بعثة المنتخب باستقبال رسمي وشعبي حافل في مطار العاصمة الغابونية، وبدت على محيي اللاعبين ملامح الثقة بالنفس بعد معسكر إعدادي وصف بالنجاح. وأكد مدرب المنتخب الوطني البلجيكي إيريك جيرتس على حسن استعداد المنتخب للبطولة ولمباراة المنتخب التونسي على وجه الخصوص، والذي وصفه بمفتاح التأهل للدور الثاني. إذن ونتابع وإياكم الآن ردود الفعل التي عاقبت وصول المنتخب إلى العاصمة الغابونية ليبروفيل. لقد قمنا بالاستعداد جيدا لهذه البطولة، ونحن الآن نريد الدخول في أجواء الكان. هل لاحظتم أن أجواء الحرارة جيدة هنا؟ نعم إنها جيدة، وهذا أمر كنا نعلم به مسبقا. هل تظن أن المباراة أمام تونس ستعطيكم فكرة عامة عن المسابقة؟ أعتقد أن المباراة الأولى تشكل دائما مفتاح النهائيات، وأظن أن كلا المنتخبان سيحاولان تحقيق نتيجة الفوز، وإذا تمكنا من انتزاع 3 نقاط الفوز في البداية فهذا أمر إيجابي بالنسبة لبقية المشوار. على أي سنرى ما الذي سيحصل، لكننا سنعمل ما في وسعنا كي نحقق أفضل نتيجة ممكنة في كأس أفريقيا. لا يجب علينا أن نقلل من شأن المنتخب التونسي، فالمواجهة معهم ستكون صعبة. كما قلت لك نحن لا نقلل من شأن المنتخب التونسي، لديهم لاعبين جيدين، لذا سيكون علينا تقديم الأفضل. وتزامن وصول المنتخب الوطني إلى مطار ليبروفيل مع وصول المنتخب التونسي الذي حط الرحال في الغابون قادما من تونس على متن طائرة خاصة. ويأمل نصر قرطاج في تحقيق نتيجة إيجابية في الكأس السمراء على الرغم من صعوبة المجموعة. ويتواجد المنتخب التونسي في فندق انتركونتيننتال، وهو ذات الفندق الذي يقيم فيها المنتخب المغربي، حيث اختار أبناء قرطاج الطابق الثالث فيما خصص الطابق الخامس لأسود الأطلس. وحسب الأنباء الواردة من ليبروفيل فإن مجموعة من لاعبي المنتخب التونسي والمغربي أدوا صلاة الجمعة جماعة في أحد مساجد العاصمة الغابونية. وفي خبر غير سار لأحباء نصور قرطاج، ينتظر أن يغيب عن مباراة المغرب كل من عصام جمعة بسبب الإصابة وخليل شمام بسبب الإيقاف. أكدت وسائل الإعلام التونسية أن الإصابة ستمنع جمعة من المشاركة في لقاء المغرب، ومن الممكن أن يطول الغياب ليشمل مباريات الدور الأول. أما فيما يخص اللاعب خليل شمام فسيغيب عن المباراة الأولى فقط بسبب تلقيه للإنذار الثاني في التصفيات.
ونبقى دائما مع أخبار المنتخبين المغربي والتونسي، حيث عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم دينيت ماكارتي لتولي تحكيم مباراة المغرب وتونس يوم الاثنين المقبل. ولقي هذا القرار ارتياحا كبيرا وسط البعثة التونسية، حيث سبق لماكارتي تحكيم مباريات في الدوري التونسي. من جهة أخرى، اختار الاتحاد الأفريقي للحكم التونسي سليم الجديدي لقيادة مباراة منتخب غينيا الاستوائية ومالي برسم الجولة الأولى الخاصة بالمجموعة الرابعة. وسبق للجديد أن حكم لقاء المنتخب المغربي وأفريقيا الوسطى في بانجي، والذي انتهى بالتعادل السلبي وبدون أهداف. إذن حانت ساعة الحقيقة، وغدا موعد انطلاق النسخة 28 من كأس الأمم الأفريقية. حفل الافتتاح سيكون في استاد مدينة باتا، وسيجمع منتخب غينيا الاستوائية مستضيف البطولة بالمنتخب الليبي. أصحاب الأرض والجمهور يشاركون ولأول مرة في تاريخهم في الكأس القارية، ويسعون لتحقيق انطلاقة جيدة عبر الفوز على المنتخب الليبي الذي يشارك في الكان للمرة الثالثة. وسبق للمنتخب الليبي أن وصل للمباراة النهائية حين استضاف البطولة عام 82. وتلقى المنتخب الغيني صفعة قوية بعد استقالة مدربه الفرنسي هنري ميشيل قبل شهر واحد من انطلاق البطولة، يتم بعد ذلك التعاقد مع البرازيلي جيلسون باولو. ويعتمد المنتخب الغيني بالأساس على تشكيلة تلعب في الدوري المحلي، ويأمل في تجاوز المنتخب الليبي الذي يدربه أيضا مدرب برازيلي وهو ماركوس باكيتا. وستجمع المباراة الثانية في ذات المجموعة بين المنتخب السنغالي ونظيره الزامبي. ليست لدينا نفس المجموعة التي بدأت مع المدرب هنري ميشيل والتي ستشارك في كأس إفريقيا. ليس من السهل أن تكون مدربا للمنتخب قبل شهر من بداية المنافسات، لكننا سنقوم بكل ما علينا بما أننا اليوم وصلنا لهذه المرحلة. بالتأكيد سنحاول أن نقدم عطاء يليق بقيمة الحدث الذي يعد مميزا بالنسبة لنا، لأنها المرة الأولى التي نشارك فيها في هذه الكأس القارية، وهناك انتظارات كبيرة من الشعب الغيني. ليبيا والسنغال وزامبيا منتخبات قوية، وقد سبق لهما التأهل للكأس القارية، والسنغال وزامبيا منتخبات قوية، بالإضافة لليبيا المنتخب الجديد كذلك. كل الظروف اللي حدثت معنا، كل الصعاب اللي واجهتنا في فترة الإعداد وفترة المنافسات للتأهل، الآن إن شاء الله نكون موفقين إن شاء الله. اليوم عندنا اجتماع من اجتماع المباراة في الفترة المسائية بعد العشاء. إن شاء الله حنشوف يعني منتخبين، نشوفوا بعض المعلومات عليه اللي باش نحضروا غدوة لمباراتنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونقدم مباراة طيبة إن شاء الله. نقولوا للشعب الليبي نفرحوهم، حندخلوا لهم الفرحة في قلوبهم بإذن الله، حنديروا حاجة لبلادنا، وإن شاء الله يا رب يسهل لنا إن شاء الله بإذن الله. إذن نهاية جيت الكان. سي هشام، تابعت معنا الأخبار الواردة من الغابون وغينيا الاستوائية. المنتخب المغربي يصل بحمد الله يوم أمس قادما من ماربيا الإسبانية إلى الغابون، المعنويات مرتفعة والحصص التدريبية استعدادا للديربي المغاربي بدأت. فعلا هي بعد يعني الأسبوع من التربص بماربيا وصل الفريق الوطني المغربي في أمان الله، وبالتالي أصبحت معنويات اللاعبين كلها مرتفعة عبر تصريحات اللاعبين. الناخب الوطني كذلك أعتقد بأن كل الأمور جهزت على أن يكون الفريق الوطني المغربي في جاهزية كاملة إن شاء الله يوم المباراة. ربما خصص 5 حصص تدريبية هناك بالغابون على أن تكون الطراوة البدنية حاضرة يوم الاثنين في أولى مباريات الفريق الوطني المغربي. نعم، جيرتس يقول في تصريح صحفي بأن مفتاح التأهل للدور الموالي هو الفوز على المنتخب التونسي. أكيد أن أي مدرب ولا أي لاعب إلا ويمني النفس على أن يبدأ الخطوة الأولى ب3 نقاط وبتحقيق الفوز على أن يكون إن شاء الله المعنويات مرتفعة. فأعتقد بأن مدخل هل سيؤثر على عطاء اللاعبين داخل المستطيل؟ هو مسألة المناخ هو معطى من المعطيات، فأعتقد بأنه درجة الحرارة ثم الرطوبة العالية التي وصلت إلى 80% ربما قد يؤثر على المنسوب البدني للاعبين، ولكن أعتقد بأنه اللاعبين ربما يعني توزيع المنسوب البدني سيكون له دور كبير، وكذلك معرفة يعني توزيع هذا المنسوب البدني. وأعتقد بأن اللياقة البدنية هي التي ستقول كلمتها هناك بإفريقيا، ولهذا جهز الفريق الوطني المغربي والطاقم التقني خصوصا المعد البدني
تدريب خاصة باللياقة البدنية، لأن كان أغلب العناصر فهي كانت تفتقد للتنافسية. يعني الهدف الذي كان مسطر في المعسكر بمربية هو الرفع من المنسوب البدني على أن تكون الطراوة البدنية حاضرة والتأقلم مع المناخ مع بداية البطولة. الخصم في نفس الفندق، هل متفائل من هذه الناحية أو أن ربما الحدود تتلاشى ما بين شقيقين وأخوينهما وجارين المنتخب التونسي والمغربي؟ فعلا أنا أعتبرها قمة الأخوة والروح الرياضية والنبل. أعتقد بأن نحن أشقاء. كرة القدم يعني كرة شعبية. نعم. الهدف منها هو يعني أن تلمم يعني كل المحيط الذي يحيط بها. أعتقد بأنه الشعب التونسي ولا المنتخب ولا الشعب المغربي هناك أخوة كبيرة، هناك صداقة. أتمنى أن تترجم داخل رقعة الملعب وتحضر الروح الرياضية العالية ويكون الغالب إن شاء الله للمنتخب الأكثر استعدادا. نعم. سليمان يعقوبي يتساءل إذا كان السعيدي سيشارك في المباراة، يعني هناك أنباء تفيد بأن السعيدي مصاب وربما قد يشترك في النصف ساعة الأخيرة من مباراة المنتخب التونسي. فأسامة السعيدي يعني عنده رغبة كبيرة على أن يلعب المباراة. يشارك بقدم واحدة. تماما. عنده رغبة كبيرة لأنه كان يتابع المنتخب المغربي في دورة تونس، وبالتالي تمنى أن يكون حاضرا في مباراة من المباريات. نعم. ربما أتيحت له الفرصة ولكن الآن يعني هو غير جاهز 100%، ولكن الناخب الوطني أعتقد ثقته بأسامة وعطاؤه داخل المنتخب المغربي ووجوده داخل يعني التشكيل الأساسي له دور كبير، لذا ربما قد يزج به في الدقائق الأولى و30 دقيقة الأولى من عمر المباراة. نجم آخر يلفت الانتباه إليه في الأدغال الأفريقية المهدي بن عطية الذي حصل على يعني لقب أفضل مدافع في العالم حسب موقع جول، متقدما على داني ألفيش نجم برشلونة. فأعتقد بأنه إنجاز مستحق. لاعب خلوق، لاعب مثابر، يعني يمشي خطوة بخطوة وبثبات. أكثر من هذا ففي آخر تصريح قال بأنه لا يفكر في مغادرة أودينيزي في فترة الانتقالات الشتوية بقدر ما يفكر في الانتقال إلى فريق كبير مع بداية الموسم ليتأقلم مع اللاعبين الجدد. نعم. هو نجم لامع في إيطاليا وسيلمع بإذن الله في الكان. تونس من جهتها ربما ستفتقد لخدمات لاعبين هامين، نتحدث عن شمام ونتحدث عن عصام جمعة الذي كان ربما الورقة الرابحة في تشكيلة نسور قرطاج. هل من تأثير على معنويات الفريق من خلال هذه الغيابات؟ وهناك أيضا حديث عن غياب محتمل لحقي. فلهذا أعتقد بأن حاتم الطرابلسي أعطى يعني كثير من الفرصة للاعبين في مباريات الودية، وبالتالي لم يظهر التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي. أعتقد بأن غياب خصوصا المهاجم جمعة يعني له دور كبير في خط هجوم المنتخب التونسي لسبب توقيف سيغيب كذلك اللاعب شمام، ولكن أعتقد الآن تستر حاتم الطرابلسي على التشكيل الأساسي وكذلك على الطريقة التي سيلعب بها والخطة التي سيواجه بها المنتخب المغربي. نعم. وصلنا الآن مشاهدينا لفقرة ملفات الكان، والحديث سيكون حول تاريخ هذه المسابقة. قصة طويلة بدأت في السودان عام 1957 لتتجدد فصول الحكاية في عواصم أفريقية مختلفة إلى أن وصلت إلى المحطة 28 في خبايا الكأس القارية. تألق مصري برقم قياسي وحضور لافت لمنتخبات غانا والكاميرون ونيجيريا، فيما يبقى الهداف الأول للكان الكاميروني صامويل إيتو. قصة الكأس السمراء يرويها لنا الزميل بسام النجار. من هنا من العاصمة السودانية الخرطوم انطلقت الحكاية. سنة 1957 جاءت بداية الكأس الأفريقية ب3 منتخبات فقط. حينها توجت مصر بلقبها الأول لتنطلق سيطرة الفراعنة على المسابقة الإفريقية. في عقد الستينات برز نجم المنتخب الغاني الذي سيتمكن من حصد لقبين متتاليين قبل أن يخسر في نهائي الثالث سنة 1968 أمام منتخب الزير. بعد ذلك وابتداء من نسخة 1970 ستتوالى العديد من المنتخبات على الفوز باللقب، ومنها المغرب الذي سيحرز سنة 1976 في إثيوبيا لقبه الإفريقي الوحيد. وشهدت سنة 1980 أول تتويج لنسور نيجيريا باللقب، وكان ذلك على أرضها وجاء على حساب المنتخب الجزائري. سيطرة منتخبات إفريقيا الغربية ستتوالى بعد ذلك، فبالإضافة لغانا التي ستحرز لقبها الرابع سنة 1982 سيتمكن الكاميرونيون من إحراز لقبين في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتوجوا هذا التألق ببلوغ الدور الربع النهائي من مونديال إيطاليا 90. 10 سنوات الأخيرة من القرن العشرين ستتميز بعودة جنوب إفريقيا للساحة الرياضية بالقارة السمراء بعد سنوات من الغياب بسبب الميز العنصري.
أبناء نيلسون مانديلا سيتمكنون من إحراز اللقب في البطولة التي نظموها سنة 1996.